أبو جنة العراقي مو مزبوط، أبو جنة العراقي ما يساعد الناس، أبو جنة العراقي نفسية قشرة. طبعا هذا الكلام بعض الناس تعلق على المنشورات طبعا أبو جنة العراقي. طبعا هذول الناس السلبية بحياة أبو جنة العراقي. أنا أبو جنة العراقي أحط تاج على الراس. أنا كسوري ابن دير الزور أفتخر بأبو جنة العراقي، اللي هو صاحب كرامة، صاحب نخوة، صاحب غيرة، صاحب حمية على الشعب العراقي، عم بيساعدهم. شفت له أكثر من 100 منشور يجوز ناشرين إنه عم بيساعد الناس، وعنده مطعم سمك ما بعرف إيش عم ينشر عليه، ومن الأرباح تبع المطعم عم بيساعد الناس. لذلك الناس السلبية دائما تكون موجودة بحياتنا. لازم دائما نكون إيجابيين، ما لازم نكون سلبيين، لأنه فعلا الحياة بدها شخص إيجابي لحتى تزبط أمورها وبتمشي. لذلك تحياتي من ابن دير الزور لعند أبو جنة العراقي، وين ما صفت بيك الدنيا، لأنه أنت فخر العراق. مع احترامي كل الشعب العراقي، لكن أنا صراحة أبو جنة أحط تاج على راسي، لأنه شخص محترم، صاحب محتوى جميل، يساعد الناس، يساعد الفقراء. أتمنى من كل شخص حر شريف، من كل عراقي يحب أبو جنة يكتب لي رأيه بالتعليقات. وأبو جنة العراقي اللي ينحط تاج على الراس. ودائما لا تحكم على الكتاب من الغلاف، لأنه أنا أول ما بلشت لكم بالفيديو شكل، ونهاية الفيديو كانت إيجابية، لأنه فعلا أبو جنة يستاهل الواحد يمدحه.